تقبلوا تحياتنا أعزائنا المشاهدين من استوديو قناة بادينانسات. عدنا ونتواصل معكم في استضافة المرشحين على القائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصا المرشحين في حدود محافظة نينوى. اليوم وفي استوديو قناة بادينانسات قمنا باستضافة المرشحة استبرق تحسين سرحان ميراني من مواليد الموصل، والمرشحة رقم 24 على القائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، طبعا في محافظة نينوى. الأستاذة استبرق تحمل شهادة بكالوريوس، وهي أيضا طالبة ماجستير بالعلاقات الدولية، وإضافة إلى ذلك هي موظفة تعمل بجامعة دهوك. ست استبرق، نرحب بك ونتمنى لك التوفيق من البداية. أشكرك. راح ندخل بالموضوع كم سؤال بسيط يعني نريد. طبعا اسمك بين العرب طبيعي، يعني الكل لازم المفروض يفتهمونها، بس الأهالي دهوك والكرد بشكل عام يعني كانوا يتساءلون يعني شنو استبرق. هذا السؤال هواية أنسأل على فكرة، يعني بحياتي يعني العامة. بدهوك تنسالي؟ بدهوك وخارج دهوك أيضا. يعني بالموصل بين العرب هم أكل؟ أي هو اسم جدا قليل، لكن هو المفروض أن يكون يعني معروف، لأن هو من القرآن أساسا، ومعناه حرير في الجنة. حرير في الجنة. إيه. فأنا اضطريت أنه أدور، فمثل ما أشرتي أنه كلمة من القرآن: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. واحنا الثلاث أسماء موجودة بالعائلة: أساور وسندس واستبرق. يعني استبرق هو حرير؟ هو حرير في الجنة، والسندس هو الحرير الخفيف، الاستبرق هو الحرير الثقيل. زين. ست استبرق، أنت اللي رشحتي نفسك له القائمة، طرحت عليك الموضوع واختارت؟ والله رغبة مني ومساعدة أحد الكوادر اللي كان يعني تربطني بهم نوع من الصداقة، رشحت نفسي بعد تشجيعي طبعا. أنت من الموصل؟ من يا منطقة من تولد الموصل. إيه. وأصلي كردي طبعا، ميرانية، من منطقة الزهور. الزهور يعني الأيمن؟ ساحل الأيسر. ساحل الأيسر، نعم. زين. يعني البارحة وإن شاء الله مباشر هم راح تكون عندنا واحدة يعني مرشحة من المصر. البارحة كانت ست دعاء. نعم. موجودة يمنا هنا. هذا يدل أنه المرشحات، أو خلينا نقول النساء في الموصل من نينوى، يعني عازمات أو مصرات على إعادة بناء ما دمره الحرب وما دمره المدمرون. أكيد. يعني هذا أو هاي نقطة كلش مهمة، فالنساء راح تشاركن يعني بهاي القوة في بناء الموصل. بالتأكيد راح يكون إن شاء الله لنا الدور الفعال، إعادة يعني إعمار وبناء هاي المدينة المنكوبة بعد ما تعرضت لها من داعش، وكذلك يعني من الحروب السابقة أيضا، يعني تعرضت هاي المدينة والعراق بصورة عامة تعرض لأكثر يعني من اعتداء وتدخل وحصار، مما أثر يعني على المدينة بصورة عامة، وعلى العراق بصورة على العراق بصورة عامة، وعلى المدينة بصورة خاصة تقريبا من أثر داعش. البارحة هم ذكرت هذا المثال، يعني وراء الحرب العالمية الثانية وبعد سقوط برلين، يعني برلين اتدمرت بالكامل. تمام. والرجال يعني كلهم يعني انقتلوا بالحرب وتأثروا وتشردوا، فبالمدينة ما كان ظل بها غير النسوان. تمام. النساء الألمانيات شمرن سواعدهن وقام يعني يشيلون الأنقاض. نعم. وإعادة بناء برلين، يعني برلين بناها نساء. تمام. ألمانيات. فهل يعني نتوقع أنه النساء الموصليات إن شاء الله تشمرن سواعدهن؟ أكيد إن شاء الله. أنا هذا المثل كان أتذكره، كان جدي أيضا يقوله، كان بعد هذه الحادثة في برلين كان أكو امرأة، واحد إجا بعد ما شاف هذا الدمار اللي الحاصل قال: هل يا ترى بإمكان أن ترجع هاي المدينة؟ قالت له: لو بقيت أنا وحدي سألد يعني
وأجيب من يعمر هذه المدينة ويعيدها كسابق عهدها والأفضل. وإن شاء الله إحنا عازمات على هذا الشيء، ويكون التوفيق طبعا من رب العالمين إن شاء الله. يعني قلتي أنت من الموصل، من الزهور، تولد الموصل. نعم. بس ميرانية من منطقة الزمار. نعم. زين، زمار شلون تزورينها خلال هاي الفترة؟ أكيد شفتيها؟ أكيد بالتأكيد. الوضع بالزمار تحكي لنا يعني باختصار. إذا الوضع بزمار يعني أنا أشوفها قرية نائية، يعني مع شديد الأسف يعني أحسها أنه قرية تحتاج إلى رعاية واهتمام من قبل الحكومة. ليش زمار هي قرية لو ناحية لو؟ يعني زمار هي قرية تقريبا على الوضع الموجود حاليا، هي قرية نائية أصلا. على الخارطة الإدارية شنو؟ هي طبعا جزء من المناطق المتنازع عليها. لا تسمع، يعني هي مو مركز ناحية؟ مركز ناحية الزمار، مركز طبعاً. ناحية طبعا إيه؟ يعني بس أنت تسمينها قرية طبعا بالوضع قد ما هي منكوبة. المتدني اللي موجود هناك بالتأكيد. يعني أيضا هي هم ما تلاقي الاهتمام. أهالي الزمار موجودين بها بعد لو شردوا؟ البعض موجود، والبعض الآخر طبعا نزح إلى المدينة. تردي الوضع بالتأكيد، يعني نكون احنا نزح إلى دهوك طبعا، إلى دهوك، إلى الموصل، وإلى المدن يعني القريبة. والزهور الحمد لله يعني شفتها قبل أيام، يعني أفضل مما كانت عليه سابقا. حركة يعني أكو داخل الشارع. يعني أكثر شيء تواجدك وين راح يكون، والبيئة اللي راح تركزين بها على الدعاية الانتخابية؟ تقصد جمع الأصوات بالذات، يعني شيء من هذا القبيل. فأكيد يعني النينوى كلها محافظة أكيد لازم تشتغلون بها، بس يعني ماكو منطقة معينة محددة بالذات. يعني أنا أحس أنه أنا قريبة جدا من المجتمع المصلاوي. أولا ولادتي موصل، ولحد ما كملت مرحلة الإعدادية كنت في الموصل يعني، وعلى تواصل دائم مع أهالي الموصل حتى بعد أن جيت يعني وسكنت بالإقليم. وأنا ما نزحت طبعا، لكن كان عندي تواجد يعني هناك بشكل منقطع، لكن أكو تواصل. المنطقة اللي ذكرتيها الزهور، نعم. يعني أهاليها موجودين رجعوا بها له؟ البعض منهم رجع والبعض الآخر لا. مع العلم يعني الساحل الأيمن حجم الدمار يعني احنا نعرف الساحل الأيمن حجم الدمار به، بس الأيسر شلون؟ يعني متوسط، يعني حجم الدمار بالساحل الأيسر يكون يعني مقارنة بالأيمن يكون وضع أفضل، وخاصة بهاي المناطق يعني رجعت الحياة. أحس إنه حركة الناس والتسوق والأمان نوعا ما. نعم. زين، طبعا إذا حضرتك وصلتي إلى قبة البرلمان إن شاء الله وفزتي بأصوات وثقة أهالي نينوى، يعني بشكل عام، ما نقول الزهور أو زمار، يعني احنا نحكي على أهالي نينوى بشكل عام. سؤال يعني بسيط، يا وزارة تريدين مثلا تكون من حصة الاتحاد الوطني حتى تخدمين بها مثلا أهالي الزمار والموصل وكافة محافظة نينوى؟ يعني أي من الوزارات راح تكون أفضل بالنسبة لك؟ أتمنى تكون وزارة الإسكان والتعمير. الإسكان والتعمير، نعم. لإعادة لإعادة إعمار المدينة، وحتى هذا الفارق همنا، ويعلم الكل يعني إنه إحنا ما عندنا هاي الفوارق الطائفية. يعني إحنا أبناء شعب واحد، والقومية الكردية والقومية العربية هي من ضمن هذا البلد. نعم. وبالنسبة إحنا يعني أكراد من مدينة الموصل، هذا أكبر دليل إنه إحنا ماكو فرق بين الكرد والعرب، كنا عايشين في مدينة واحدة وما كان أكو أي تفرقة ما بين الكردي وما بين العربي. وهذا دليل أيضا إنه إحنا نتمنى أن ترجع الموصل مثل سابق عهدها. يعني نسبة الأكراد بالموصل هسه يعني وصل إلى أدنى مستوى، مو مثل قبل. نسبة وجود المسيحيين اللي هم أهالي الموصل القدماء يعني يمكن حتى قبل الأكراد، قبل العرب همين، يعني نسبة المسيحيين وصل إلى أدنى مستوى. ما هو العمل لإعادة هؤلاء أو هذا الخليط السكاني أو المكون إلى سابق عهده يعني؟ والله المفروض أن ينتشر الوعي بين الأبناء الشعب. وعي حول ماذا يعني؟ الوعي أنه ماكو فوارق بين القومية العربية والكردية والأقليات الأيزيدية والمسيحية. منو خلق هاي الفوارق؟ بالتأكيد هذه شغلات كلها أنا أحسها مو من ضمن شريحة العراقيين ككل. يعني الشعب ما خلقها؟ أبدا.
اللي خلقها بكل منه. طوائفها ودياناتها، لا الطائفة الشيعية ولا السنية ولا هي كلها شغلات يعني أنا أحسها جاية من الغرب يعني، ومستهدفة لأذية هذا البلد يعني والتفرقة بين صفوف شعبها. زين، يعني من الغرب لو من المجاميع اللي حاولت انه تولد التفرقة، أي جهة أجنبية خارج البلد بدون مسميات هي دا تريد الفوضى داخل هذا البلد يعني فرق تسد. هسه الوضع بالموصل شو؟ الوضع كمرشحة يعني عندكم حرية الحركة، حرية نعم، العمل، أنا ما لقيت أي صعوبة، ما كان أكو خوف يعني، بالعكس كان كثير أكو تعاون من أهالي المدينة. ويعني أنا استغربت يعني حقيقة، كان أكو ناس يقولون يعني قائمة كردية صعوبة، ما شفت أي صعوبة، بالعكس التعاون يعني والالتزام. أنا سمعت حتى مقولة من أحد شيوخ العرب يعني قال شغلة لي، قال أنا أتمنى أن أرد الجميل، كردستان كان بابها مفتوح عند النزوح لكل القوميات، صح لكل ولا النازحين بدون استثناء، كلهم يعني، إذا كانوا عرب وإذا كانوا مسيح وإيزيديين وكلدان وآشور، حتى يعني الطوائف الأخرى. الأهالي بالموصل يعني أو بمحافظة نينوى بشكل عام يعني عندهم استعداد يتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم نعم، الانتخابات؟ كان لهم كافة الاستعداد. أنا ما شفت إلا يعني القلة القليلة اللي كانت تطالب بالتغيير، يعني إنه ما تريد الوجوه اللي تعودت عليها وما سوت لهم شيء، يطلبون إنه تغيير الناس اللي تجي تكون في البرلمان لخدمة العالم، مو لأنه حتى يجي هذا الشخص يتخذ منصب وما يهتم لمشاكل الناس. والأرضية ملائمة لإجراء عملية الانتخابات بالموصل؟ أنا أحسها مناسبة، ماكو أي إشكال. من ناحية المفوضية يعني اتخذت التدابير اللازمة وفتح المراكز الانتخابية، نعم. أكو تعاون، وفتح سجلات الناخبين مثلا. كثير كان أكو تعاون. أهالي الموصل يعني أخذوا بطاقات نعم، يعني الناخب أنا شفت حتى كان يعني أكو ازدحام على هذا الموضوع، يعني كثير ناس تتوجه تبديل البطاقات ودا تريد يعني تحصل على البطاقة الانتخابية حتى تقوم يعني تنطي صوتها بحرية. ست استبرق، راح أسألك سؤال عن المرأة يعني. نعم. جبالي يعني نقدر نقول هسه إذا مثلا بالعراق لنفرض عندنا أكثر من 20 مليون ناخب، 50% من الناخبين يعني لو أكثر من هذا هم يعني من العنصر النسوي، يعني المرأة هي اللي تصوت. نعم. ليش المرأة ما تصوت للمرأة، المرأة الناخبة؟ المرأة ما تصوت للمرأة ليش؟ بالعكس، إذا كانت أكو إنسانة كفؤة أني أعطيها صوتي. زين، إذن ليش لحد هسه المرأة يعني تأتي مثلا بالكوتا تدخل بالبرلمان؟ يعني إذا مثلا ست استبرق ترشحت بدون كوتا، ليش ما تجيب أصوات بقد الرجل؟ شنو المشكلة يعني؟ ليش المشكلة يعني إذا المرأة تصوت للمرشحة المرأة ما راح يكون عندها يعني حاجة أنه تدخل بالبرلمان بالكوتا، يعني هي راح تنافس الرجل وأكثر. صحيح. أنا بالنسبة لي حقيقة ما أريد أكون يعني أبالغ، أنا مدى أشتغل على مقعد كوتا. يعني تشتغلين أنه تطلعين أصواتك إن شاء الله بالقوة، يعني قوة أصوات مو بالكوتا. أنا أحكي عن نفسي يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. راح أسألك سؤال جريء شوية، ويمكن يعني كان بالموصل العديد من مسلحي وعناصر وأعضاء داعش. نعم. بعد تحرير الموصل هاي يعني عوائلهم المسلحين شردوا، انقتلوا. نعم. أو تم القبض عليهم، بس وراء العملية صارت عمليات أو أحداث انتقامية، فالجهات الأمنية والمختصة أخذت العديد من هاي العوائل وسوت لهم مخيمات خاصة. نعم. هم هاي العوائل عراقية، يعني النسوان عراقيين، أطفالهم عراقيين. ما فكرتوا إنه هذولا شنو مستقبلهم؟ راح يعني إذا ترشحتي وفزتي بالانتخابات ودخلتي بالبرلمان، يعني ما حد يفكر بهاي العوائل وهذول الأطفال شنو مصيرهم، شنو مستقبلهم؟ حتى المواصلة يعني يمكن يعني عائلة مثلا تكون
قريبين من هذا البيت أو ذيش يعني تقصد عوائل الدواعش أنفسهم العراقيين، ما علينا العراقي. من اللي جو من الخارج؟ والله هذا السؤال نوعا ما بصعوبة فعليا. يعني إذا تجي من مبدأ أنه رب هذه الأسرة كان داعشي، وهاي ال3 سنوات هذه الزوجة أو هذول الأطفال كانوا تحت حكم وسيطرة هذا الداعشي وانطاهم هاي الأفكار، يعني المجتمع يكون من الأفضل عزل هذه العوائل. لكن من الحالة الإنسانية قد يكون فيما بيناتهم يعني ما يصير نرجعهم يعني يندمجون بالمجتمع، إصلاحهم ممكن لأنه قد يكون هناك إنسانة مغلوبة على أمرها، أو هذا الطفل توجه توجيه غير صحيح، من حقنا أن إعادة تأهيله وإصلاحه، نتمنى هذا الشيء. من هذا السؤال راح أسألك عن وضع المرأة بالموصل. المرأة والطفل ضحايا أساسية بالصراعات المسلحة بالموصل، يعني بالآلاف من النساء ترملت، تمام. والأطفال تيتموا، ويعني اللي صار أنت تعرفين أكثر من أي واحد لأني أنت أهل الموصل. يعني وفق البرنامج مالكم ما هي الحلول اللازمة؟ ما هي المتطلبات حياة هذه العوائل التي فقدت أزواجها أو رب أسرها؟ والله من ضمن البرنامج الانتخابي النظر بالاعتبار جدا للمرأة والطفل، خصوصا حسب ما حضرتك هسه تحدثت انه تعرضت المرأة يعني للترمل من اثر هذا الصراعات الداخلية اللي صارت، وكذلك الأطفال. لكن يعني المفروض يكون هناك دعم طبعا لهذه الشريحة من المجتمع أولا، وإعادة يعني مسألة جدا مهمة اللي هي الناحية التثقيفية. يعني أنا لاحظت من نزلت للموصل حتى بعد أن تنطيهم الكرت التعريفي بعض النساء ما راح تعرف تكتب وتميز بين رقم التسلسل ورقم القائمة، يعني أكو جهل سائد، ويعني المرأة صارت يعني متجهة اتجاهات يعني إنه بس تريد لقمة العيش، ما عندها أي اهتمامات أخرى لأنه هي ثكلة وأرملة وماكو من يهتم لأمر معيشتها. فلازم يكون هذا الوضع يعني يحتاج إلى دراسة مهمة جدا. يعني لازم أن نوجد الحل كيف هذه المرأة راح تعيش وتربي هذه الأطفال. فهذا الموضوع من أولويات اهتماماتي إن شاء الله. يعني محافظة نينوى بشكل عام أعلنت عنها من قبل الحكومة العراقية بأنها محافظة منكوبة. نعم. والمناطق المنكوبة المفروض الحكومة تخصص لها ميزانية خاصة لإعادة إعمارها وإعادة بناء شخصياتها، يعني طبعا إعادة تأهيل يعني. بس اللي حد هسه على ما أعتقد أنه حتى في ميزانية 2018 الحكومة العراقية ما خصصت ميزانية لإعادة إعمار العراق، ونحن على أبواب الانتخابات والدورة الجديدة لمجلس النواب، وأنتم إن شاء الله راح تدخلون تحت قبة البرلمان. ما المفروض تعملون بهذا الصدد أو بهذا الموضوع؟ بالتأكيد مطالبة الحكومة بوضع ميزانية لإعادة الإعمار. طبعا المدينة الموصل مدينة يعني أنت لو تلاحظ الجانب الأيمن ولا كأنه حرب، كأنه زلزال أصاب هذه المدينة. هذه الناس اللي تهجرت يعني من بيوتها وتشردت، ما هو الحل لإعادة هذه الناس إلى بيوتها وسكناها؟ يعني إذا أنا مع تردي الوضع المعيشي طبعا. يعني إذا أنا مواطن من الموصل وأريد أدلي بصوتي، يعني أنطيك صوتي. نعم. وأسألك شنو الحل؟ الحل بالتأكيد تعويض هذه الناس تعويض مناسب، وكذلك يعني رفع مستوى المعيشي لهم، يعني إيجاد فرصة للعمل. ما أكو أي وضع، يعني الوضع متردي، يعني ماكو أي حل آخر غير إنه لازم إعادة إعمار هذه خاصة الساحل الأيمن، وكذلك رفع مستوى المعيشي للناس، يعني إيجاد حل وميزانية تكون يعني مدروسة ومخصصة لإعادة هذه المدينة إلى سابق عهدها. مؤتمر الكويت نتج عنه أنه العديد من الدول تبرعوا بمليارات الدولارات لإعادة إعمار المناطق التي حدثت بها المعارك والحروب في العراق، خصوصا المناطق التي احتلتها داعش، وعلى الأخص مثلا مدينة الموصل. نعم. أو محافظة نينوى بشكل عام. نعم. يعني
عدا الحكومة العراقية، مو المفروض أنه تشجعون القطاع الخاص، الشركات الأجنبية أكيد ومنظمات الإنسانية يعني نتمنى أن تكون يعني إلها دور وتنظر بعين الاعتبار والإنسانية لهذول الناس اللي تضرروا من آثار داعش. الموصلة اللي تدمرت والناس اللي تضررت منو السبب كان؟ السبب وين وصل التحقيقات اللي كانت تسويها الحكومة العراقية، المتواطئين مع سقوط الموصل، واللي خططوا لإسقاط الموصل، واللي شاركوا بهذه العملية؟ يعني الحكومة العراقية خلال فترة كانت تقول بأن هناك يعني أناس أو شخصيات سياسية حتى داخل العراق عندها يعني باع طويل بهذا الموضوع. لها يد يعني. نعم والله يعني أنا أحس أنه كان أكو تعاون من خارج البلد ومن داخل البلد. المواصلة ما يطالبون أنه هؤلاء الناس يعني يحيلون إلى المحاكم؟ المواطن المصلاوي حاليا يطلب لقمة العيش، تردي الوضع بالمستوى تحت الصفر. يعني مسألة الانتقام ومسألة المطالبة هذه مخليها آخر نقطة حاليا. يعني احنا لما نروح نطلب الأصوات أو يعني نطرح عليهم برامجنا، أول كلام يقول لك يا انظر إلى وضعي، ما هو الحل حتى أنطيك صوتي. وإحنا أيضا يعني فعلا متعاطفين تحت يعني الخيم، يعني أكثريتهم تحت الخيم، تحت الخيم، وبعض منهم يعني بالمدارس، يعني اللي بيوتهم بالساحل الأيمن انتهت تماما وما عنده أي وارد وين راح يسكن. يعني الساحل الأيمن بعد ما باشروا بإعادة، باشروا فقط بتنظيفه الحكومة والأهالي، مو البنايات يعني، بس الشوارع يعني الحكومة والأهالي حاليا. إيه؟ بعض المرشحين السابقين يعني برلمانيين السابقين اللي يحاولون يكسبون الشارع المصلاوي. إذا نجي على زمار مثل باقي المناطق اللي تخضع للمادة 140. نعم. يعني المادة 140 هو مادة أو قضية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني. نعم. منذ ثمانينيات القرن الماضي الاتحاد الوطني رفع شعار ما في شارانوس أو نعم. حق تقرير المصير، ولحد الآن الاتحاد الوطني مصر على هذا الموضوع. فما الآلية التي سوف تتبعونها في البرلمان لتفعيل هذه المادة وتطبيقها؟ يعني لازم هذه المادة من 2005 أو نعم. قبل 2005 انكتب بالدستور. نعم. بس تم إهمالها يعني لحد هسه. نعم. ما هي الآلية اللي راح يتم تفعيلها وتطبيق هاي المادة؟ يعني ايش راح تسوون انتم؟ نعم، احنا كمرشحين كرد على محافظة نينوى، احنا برنامجنا الانتخابي أنا أتوقع محورين، هو محور مدينة نينوى داخل مدينة نينوى، ومحور أيضا المناطق المتنازع عليها الكردية. احنا راح نطالب الحكومة وبشكل يعني فعال بتطبيق المادة 140 من الدستور، لأن هذا حق الأكراد يعني في المدن في نينوى وصلاح الدين وديالى، واحنا ما راح نتنازل عن هذا المطلب نهائيا. يعني هذا حق من حقوق الأكراد. يعني إذا الحكومة ما تسوي، يعني صار لها أكثر من 10 سنوات مدى تشتغل على هاي المادة، إذا ما سوت يعني راح تبقى هاي القضية مطروحة يعني على طاولة الحوار. راح تحيلون الموضوع إلى المحاكم مثلا، إلى المحكمة الدستورية؟ والله أنا ما أتصور هاي الأراضي اللي ارتوت بدماء الأكراد والبيشمركة انه اي كردي يقبل التنازل عن تطبيق هذه الماده. مو لازم يكون عندكم آلية لتفعيل الماده؟ يعني اكيد راح يعني نحاول. احنا طبعا ككرد احنا ناس سلميين، راح نطرح الموضوع ودائما يكون على طاوله الحوار، ونتمنى ان نكون نحصل على مطالبنا بالشكل السلمي. أما إذا بقى الموضوع بما هو عليه راح نتخذ الإجراءات اللازمة. بقية مناطق المادة 140 عدا يعني إعادة هذه المناطق إلى أحضان إقليم كردستان. نعم. بقية هذه المناطق ما هي يعني متطلبات أهالي هذه المناطق؟ أنت يعني يمكن شفتي المنطقة وزرتي أهاليها يعني تقصد؟ لا يعني إذا نحكي على سهل نينوى بالذات. سهل نينوى يعني المدارس والشوارع، تبليط الشوارع، ويعني المدارس اللي تكون مناسبة يعني لهذه المناطق يعني، وتثقيف الناس
وكذلك يعني وإيجاد يعني وسائل العيش على الأقل اللي متعارف عليها يعني بكل بلد. يعني كثير هذه المناطق متعرضة لأذية ويعني ما بها هذاك الخدمات اللي تليق بالمنطقة. سهل نينوى من المناطق الغنية يعني بالعراق، انه الغنية من كافة النواحي، وخصوصا يعني يتواجد بها النفط، يعني آبار النفط بها. نعم بالآونة الأخيرة يعني قاموا يستخرجون النفط في مناطق كثيرة يعني من سهل نينوى. وأهاليها كما تقولين يعني يعيشون في فقر، وضع متردي. نعم. وضع متردي. يعني سرقة النفط سأكون واضحا، ما هو مصير سراق النفط بالعراق؟ ماذا ستفعلون حيال هذه القضية؟ احنا راح نطلب يعني انه تطلبون لو تعملون على وضع يعني حد لهذه بالتأكيد القضية. احنا راح نطلب ان يكون هنالك يعني فد آلية للاستفادة من واردات النفط، على الأقل المناطق اللي هي أصلا مصدر لهذا النفط. يعني إن شاء الله. عدا النفط يعني هناك قطاعات كثيرة بالموصل يعني تعرضت إلى السرقة والهدم والتدمير جراء الحروب. مثلا الموصل كانت تسمى أو تسمى حاليا أيضا بأم الربيعين وأم الحضارات. نعم. ومدينة يعني من ناحية السياحة هي مدينة يعني متكاملة إذا يتم وضع أرضية ملائمة أو جيدة لهذا. السبب الرئيسي اللي يخلي الموصل تكون مدينة سياحية مع الاهتمام طبعا كان وجود آثار تعود إلى ما قبل الميلاد أو قبل التاريخ أيضا. يعني هذه الآثار ما هي؟ سرقت وهربت، الكل يعرف يعني مصير هذه الآثار كلها. ماذا ستفعلون حيال ذلك يعني؟ والله هذه المواضيع كلها هي من ضمن برنامجنا، راح نطالب محاسبة من فعل ذلك، لكن مع طبعا وقف التنفيذ. بالتأكيد أنت ما تقدر تعرف من اللي قام بهذه العمليات كلها. احنا نتمنى آثار الموصل وكل مدن العراق التي نهبت أن ترجع، لكن الوسائل الموجودة حاليا أكيد جدا. لدينا مشكلة حاليا بين إقليم كردستان وبين بغداد، يعني هي مشكلة مو جديدة، مشكلة الميزانية، مشكلة صرف الرواتب، مشكلة يعني مشاكل عدة ما زالت عالقة بين أربيل وبين بغداد. عدا المادة 140 هناك قضية البيشمركة، هناك قضية الرواتب والميزانية وقضايا تتعلق بالنفط والغاز. يعني هذه القضايا شنو الآلية اللي راح تخليكم انه تحلونها او تشوفونها طريق حل؟ يعني شنو اللي راح تتبعونه يعني، او الاسلوب اللي راح تتبعونه حتى يكون قوت الشعب او واردات الشعب او الفرد خارج اللعبة السياسية، يعني ما تصير بطاقة بيد السياسيين ويلعبون بها. سنطالب بصرف رواتب الموظفين والبيشمركة، هذا حق من حقوق هذه الشريحة من المجتمع. يعني ماكو أي سبب ولاكو أي داعي أنه يقطع رواتب الموظفين والبيشمركة في الإقليم تحت أي مسمى. يعني تريدون تشاركون بالحكومة العراقية القادمة بفعالية يعني؟ بالتأكيد بقوة. بالتأكيد هذا حق من حقنا، يعني من حقوقنا. يعني المناصب اللي تريدون تحصلون عليها، ولو سألتش هذا السؤال قبل، المناصب والله أنا السيادية إذا نعم. نركز عليها. والله أنا أتمنى أن تكون لنا وزارة الإسكان والتعمير. الإسكان والتعمير. نعم. يعني كل هدفك إنه الإسكان والتعمير. نعم. حتى تستفيدون منها من نعم. في المناطق المدمرة أو المنكوبة في محافظة نينوى. ست استبرق، يعني راح نعطيك الوقت انه تحكين ويا المواطنين من محافظة نينوى. شو تريدين تقولين لهم؟ اتمنى من المواطنين في محافظة نينوى ان يدلون بآرائهم للمرشح، يعني متطلباتهم للمرشح بكل ثقة، وما ينطون صوتهم الا لمن يستحق ان يكون بالمكان الكفؤ
انه ما ينطون صوتهم. يعني احنا داخل المدينه يمكن سمعت كثير من الناس نتيجه يعني ضيق العيش اللي هم بيه، يعني دا يحاولون مثل ما يقولون يطلبون ماده مقابل هذا الصوت، وهذا الشيء خطا طبعا. يعني انه ينطون اصواتهم للشخص اللي يستحق، للانسان اللي جاي فعلا من اجل خدمتهم، وان شاء الله يحصلون على يعني ما يصبون إليه من رغبات، ونكون إحنا يعني في خدمة هذه المجتمع وخدمة هذه الناس. المرشحة استبرق تحسين سرحان ميراني، المرشحة رقم 24 من قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني 162. شكرا على هذه التوضيحات، ونتمنى لك الموفقية، ونرجو أن نستضيفك في المرات القادمة ونقول لك النائبة استبرق تحسين سرحان. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في رعاية الله.